تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض زبادي كده تحفة وكريمي، وبصوا متماسك ومش جايب ولا نقطة مية زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا هعمل 2 كيلو، واللي يفضل ان اللبن يبقى جاموسي. كل كيلو من اللبن بياخد كوباية زبادي صغير. انا هنا هعمل 2 كيلو عشان انا عايزاه في كذا وصفة هعمل بيها في الزبادي. انا هنا هغلي بقى ال2 كيلو كده مع بعض على النار. هرفع اللبن على النار وهسيبه لغاية اما يقرب يغلي كده زي ما انتوا شايفين. هقعد اقلب فيه بتاع حوالي 5 دقايق كده لغاية اما يطلع كل المية والبخار اللي فيه، وبعدين هقفل عليه واسيبه بقى لغاية اما يدفى تماما. لازم اللبن معايا هنا يبقى دافي. هجيب بقى خلاط او عايزة تضربي بايدك براحتك، وهحط كوباية الزبادي وهحط معلقة سكر صغير، وهضرب بقى كيلو اللبن. كل كيلو لبن هضربه لوحده مع كوبايه الزبادي بتاعته بمعلقه سكر صغير. هتجيبي بقى اي حاجه عايزه تحطي فيها الزبادي، كوبايات، قوالب، اطباق صغيره براحتك بقى. شوفي انت عايزه تعملي الزبادي في ايه وهنعمله. خلاص انا هنا جبت الكوبايات وعملت بقى زبادي، وهعمل 3 بالفراولة. يعني جبت مربى من الفراولة كده، حطيت في كل كوباية معلقة، عشان ده انا عايزه زبادي بالفراوله بس مش عايزه كتير. انت عايزه اكتر عايزه اقل، مش عايزه بالفراوله عايزه مثلا بالتين. شوفي بقى اي مربى بتحبيه او اي طعم زبادي بتحبيه حطي فيه. خلاص انا هنا عملت كل الكميه كده، وجبت ميه سخنه من الكتل حطيتها في الصينيه، وطبعا شغلت الفرن. يعني دفيت الفرن، لازم الفرن يبقى دافي. وهدخل الصواني دي في الفرن كده 8 ساعات. اعمليه من بالليل وشيليه الصبح. خلاص يبقى انا دخلت الصواني فيها ميه، ما فيها ميه سخنه، والفرن يكون سخن، وغطيتهم بالفوطه. الصينيتين كده غطيتهم بفوطه ودخلتهم الفرن وطلعتهم من الفرن الصبح. يعني حوالي من 6 ل8 ساعات، ما ينفعش اقل من كده. ونشفتهم بقى من تحت وغطيتهم كده، عشان انتوا عارفين طبعا الزبادي بياخد اي ريحة. فانا بحب اغطيه ودخلته التلاجة 3 4 ساعات. لازم ندخله التلاجة بعد ما نطلعه من الفرن. خلاص بصوا بقى متماسك وتحفة ازاي. انا هنا دخلت كل الكمية، بس وريتكم واحدة بالفراولة وواحدة سادة، وطلع معانا بقى خطير بجد تحفة، وملوش اي علاقة بالزبادي اللي احنا بنجيبه، احلى بكتير جدا. وبس كده حبايبي، خلصنا فيديو النهاردة.